السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن البودكاست. الموضوع هيبقى عباره عن سؤال وجواب. هنسال سؤال ونجاوب عليه ان شاء الله. فيا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تشترك وتعمل الاشتراك تحت وتفعل الجرس، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وتشيره مع اصحابك. يلا نبدا بسم الله. طيب، اول حاجه كلمه بودكاست ده جت منين؟ كلمه بودكاست ديت عباره عن جزئين، اللي هو بود وكاست. بود ده جاي من الايبود، جهاز الايبود، وكاست ده جاي من برودكاست اللي هو معناه الاذاعه او الراديو. طب ليه جهاز الايبود؟ جهاز الايبود يعني مثلا هو اصلا اخترعوا الجهاز ليه؟ عشان انت ممكن تستمع للموسيقى او للاغاني او اي حاجه او اي ملفات صوتيه اوف لاين، يعني من غير ما تكون متصل بالنت وفي اي مكان انت موجود فيه. وجهاز البرودكاست او الراديو او الاذاعه دي عشان هو اصلا البودكاست شبه الراديو بالظبط، يعني لو جيت سمعتها تحس انت بتستمع الراديو بالظبط. فعشان كده هم سموها الكلمتين دول مع بعض. لما تجيب الايبود والبرودكاست فجمعوا مع بعض ديك البودكاست. البودكاست عباره عن ايه؟ البودكاست عباره عن ملفات صوتيه انت ممكن تسمعها في اي وقت، يعني من غير نت، بنت، في اي وقت انت عايز تسمعه. شبه يعني ايه؟ شبه الاغاني بالظبط الموجوده على التليفون بتاعك، بس انت بتحمل الحلقه وممكن تسمعها في اي مكان. طب بتقدم ايه البودكاست؟ البودكاست عباره عن مثلا واحد بيتكلم شبه الراديو بالظبط كده، او عباره عن محادثه ما بين اثنين وانت بتقعد تستمع المحادثه دي. بس الميزه عنها عن الراديو بكتير جدا، يعني هي تعتبر مرحله متقدمه عن الراديو شويه. يعني الراديو مثلا لو انت مثلا عايز توقف الراديو عند لحظه معينه، انت بتسمع حلقه مثلا على الراديو، فعايز توقف الراديو عند حته معينه مثلا او لحظه معينه عشان تقعد تفكر في الكلام اللي انت سمعته، فمش هينفع الكلام ده. ولو مثلا عايز تقدم شويه من الوقت او عايز تاخر شويه من الحلقه فمش هينفع الكلام ده في الراديو. انما كل ده بينطبق على البودكاست، ممكن تعمل الكلام ده كله في البودكاست. وتاني حاجه ان افرض مثلا انت بتتابع برنامج معين على الراديو، فمثلا افرض انت في يوم جيت نسيت الحلقه بتاعتك او نسيت ان انت تتابع المسلسل، فكده الحلقه راحت عليها خلاص. انما لو انت مثلا بتابع بودكاست وعامل اشتراك في القناه اللي هي بتاعت البودكاست، فانت اول ما هتنزل الحلقه هيجيلك اشعار، وحتى لو ما اتفرجتش على حلقه في ساعه ما نزلت على طول هي موجوده دايما على النت يعني. طب البودكاست ده بقى مجاني ولا لازم ادفع اشتراك او فلوس عشان اسمع البودكاست؟ لا، البودكاست مجاني، يعني قليل جدا لما تلاقي بودكاست بفلوس. اصحاب البودكاست دول بيستفادوا ايه؟ ممكن مثلا ان هو بينشر المعرفه او كده عشان الناس يسمعوا له وكده، او ممكن ان هو بيستفاد كمان ان هو ممكن تكون مصدر دخل له. يعني ممكن في مذيعين او بودكاستر اللي هم بيعملوا الحلقات ديت ممكن يوصلوا ل $50,000 في الحلقه الواحده. لازم اكون متواصل بالنت عشان اسمع البودكاست وكده؟ لا، هو البودكاست انت ممكن بتكون مثلا محتاج ان انت توصل بالنت مره واحده بس عشان لو عايز تنزل حلقه ولا حاجه، او ممكن تسمع الحلقه في ساعه ما انت بتكون متصل بالنت. انما لو اول ما تنزل حلقه خلاص انت كده الحلقه معاك تسمعها في اي وقت في اي مكان وكده. طب تمام. طب انا كده ممكن طب افرض مثلا انا عايز احمل موسم كامل او بودكاست كامله مره واحده، يعني قناه بودكاست كامله مره واحده، والقناه مثلا فيها 30 40 ممكن توصل لل 100 وال 200 حلقه. طب مثلا في تطبيق اللي هو جوجل بودكاست ديت ما ينفعش انت تحمل الحلقات كلها مره واحده، يعني هو بيتحمل حلقه بحلقه بس. يعني تنزل على كل حلقه بايدك كده وتنزل تحمل الحلقه الاولانيه وبعد كده الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا. فدي هياخد، لو انت تقعد تعمل كده بنفسك هياخد وقت كتير جدا. فانا عملت مثلا برنامج باستخدام لغه بايثون، هسيب لكم الرابط هنا فوق او هنا او تحت في الديسكربشن، ممكن تنزل تتفرج عليه، وان شاء الله هسيب لكم رابط البرنامج لو عايز تحمله. هو البرنامج ان انت مثلا بتدي له رابط البودكاست، يعني هوريكم ازاي مثلا تبعت له رابط البودكاست من هنا. بتبعت له مثلا رابط البودكاست، هو يحمل لك البودكاست كلها مره واحده، يديك الدايركت لينك وانت تحمله باي برنامج بقى، تحمله من برنامج اندرويد، تحمله ببرنامج ديسكتوب، فعادي جدا. فده هيوفر عليك وقت كتير جدا. دلوقتي ايه افضل التطبيقات اللي انا ممكن استخدمها عشان اسمع البودكاست؟ هو التطبيق اللي انا بستخدمه شخصيا هو جوجل بودكاست، وممكن تلاقي تطبيقات كتيره جدا على جوجل بلاي لو انت دورت. بس هو يعني معظم البودكاست اللي نزلت وكده يعني بتلاقيها على جوجل بودكاست، فانصحك بيه. كمان هو البرنامج اللي انا عملته انا سبت لكم اللينك بتاعه، هو اصلا يعني معمول عشان خاطر ان هو يشتغل على جوجل بودكاست. يا ريت لو انت هتستخدمه مثلا ولا حاجه فنزل التطبيق بتاع جوجل بودكاست، ان شاء الله هيفيدك كتير جدا. لازم اكون في قمه انتباهي عشان اسمع البودكاست والكلام ده؟ لا، مش شرط خالص. انت ممكن مثلا تسمع بودكاست في اي وقت، وانت مثلا بتاكل، وانت في مواصلات، وانت ماشي رايح الكليه، وانت ماشي رايح المدرسه، اي وقت انت بتسمع، اي وقت انت رايح فيه، او وقت مثلا حاسس ان انت في وقت فراغ ممكن تستغله كده، ممكن تسمع البودكاست ديت. يعني هي يعتبر البودكاست ديت مكمله للقراءه. يعني مثلا القراءه انت لازم يكون في وقت معين في اليوم
انت بتقرا فيه، بس الوقت ده يكون يعني مركز جدا، يعني مش عايز صوت حواليك والكلام ده. انما البودكاست لا، هي مثلا ايه، انت في وقت مثلا انت بتمشي، انت رايح مشوار، انت رايح في حته، فانت بتسمع البودكاست، فده بيعوضك مثلا ايه عن القراءه شويه، يعني تبقى حاجه بتكمل حاجه وكده يعني. البودكاست ممكن هي تكون يعني ايه مصدر نمو ليك وعقلك في يوميا، يعني لما تسمع مثلا حلقه بودكاست كل يوم فدي هيبقى حاجه عظيمه جدا. وبالذات لو انت بتعمل كل يوم حاجه روتينيه كده، يعني حاجات روتينيه بتعملها كل يوم، فده البودكاست هو الحل الامثل للكلام ده. ايه فوائد بقى الاستماع للبودكاست؟ فوائد الاستماع للبودكاست يعني هي يعتبر انها بتحفزك للتعلم كتير جدا. يعني لو انت مثلا بتسمع كل يوم حلقه، والحلقه مثلا من دقيقتين ل 10 دقائق مثلا ولا حاجه، وكل يوم يعني شوف انت في الشهر بتسمع قد ايه وهتكون اتعلمت قد ايه. فهي يعتبر يعني شبه الحديث ما بيقول يعني احب الاعمال الى الله ادومها وينفضل. فهي ديت نفس كده بالظبط. فهي يعني وكمان ان هي بتدربك على ان هي تعرف تسمع كويس، يعني ازاي تستمع مثلا كويس. وكمان لو انت بتسمع بودكاست اجنبي او انجليزي ده هيفيدك كتير جدا، يعني هتسمع اللغه وتعرف تترجم في نفس الوقت، فهيفيدك كتير جدا. وكمان ان هي بتنفعك في حته التخيل في دماغك، يعني انت مثلا انت كل انت سامعه، بس انت سامع بس مش شايف، فانت بتتخيل الكلام. في بودكاست عربي مثلا شبه لحظه، يعني بودكاست جميل جدا برضك، بودكاست تاريخي. يعني لما بتسمع الصوت بقى يعني بيدخلك فعلا في الجو العصور القديمه وكده، يعني الصوت وحاجه جميله جدا، فانت بتتخيل نفسك انت موجود معاهم فعلا في لحظتها. وكمان انا يعتبر ان لما بتسمع الحاجه احسن ما تشوفها بكتير، يعني دي يعني بيعلم دماغك ان تعمل شويه ايماجينيشن او تخيل، فبيبقى حاجه جميله جدا ومفيده للدماغ جدا. هو في بودكاستات عربيه مثلا ممكن اتابعها والكلام ده، هو يعتبر قليلين جدا، يعني يعدوا على الصوابع كده، فقليلين. هو المحتوى السري والمحتوى اللي فيه معرفه كتير يعني هو المحتوى الاجنبي اللي انت ممكن تسمعه. هو يعني اللغه بتبقى بسيطه جدا وعادي كانك واحد قاعد مع واحد صاحبك كده، فهو المحتوى بسيط، ما تخافش ان انت مثلا تسمع اجنبي وكده، فهو المحتوى بسيط جدا. انما المحتوى العربي هو بصراحه المحتوى العربي فقير جدا في البودكاست. فهي البودكاستات اللي ممكن اتابعها، والله انت شوف انت اهتمامك ايه وبتحب ايه وكده، وخش مثلا على تطبيق جوجل بودكاست الاندرويد او بودكاست اللي هو الايفون، ودور مثلا ايه، اكتب كلمه بالانجليزي انت بتحبها مثلا ولا حاجه، او المجال اللي انت بتحبه، هتلاقي كام واحد بيتكلم في المجال اللي انت عايزه ده، في الطب، في البرمجه، في التسويق، في اي حاجه. فانت ممكن تتابع اللي انت عايزه بقى وكده، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بس هو دي كده البودكاست. فريت لو انت مثلا عايز تعرف ازاي انا عملت التطبيق اللي هو احمل بودكاست كامل مره واحده في ثواني، ممكن تروح هنا وهنا وتشوفه تحت في الديسكربشن. وريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناه وتشاركه مع اصحابك ان شاء الله. يا رب اكون فدت واحد حتى بالفيديو ده. ويلا دمتم سالمين، السلام عليكم.